بلاش تيجي ليبيا الفترة دي. كنت منزل فيديو بقول بلاش تيجي ليبيا الفترة دي عشان الدنيا الشغل مريح لغاية بعد العيد، فأي حد عايز يجي يخليه بعد العيد. وبرضو ان رمضان داخل عليك، فشهر رمضان كله مفيهوش شغل. فناس يعني ايه كتبت لي في الكومنتات طب ايه اللي موجود هنا؟ بص يا جماعة، اللي موجود هنا طبعا انت كده كده خلاص موجود، فحاول تشتغل في اي حاجة. لو لسه جاي في الشهرين دولت اشتغل في اي حاجة، هات اي فلوس، اشتغل باي فلوس لغاية بعد العيد. تمام، وبعد العيد الشغل بيكتر والشغل بيفتح وهتشتغل باليومية اللي انت عاوزها. اما لو انت مثلا في شغل في مطعم، في معمار، في اي حاجة، فخليك زي ما انت فيه. تمام، مشي يعني دنيتك ومشي امورك فيه لغاية بعد العيد. وبعد العيد الشغل هيفتح، ولو عاوز تغير شغلك هتلاقي، لو عاوز شغل بيومية اكتر هتلاقي. فمادام انت هنا خلاص، انا بتكلم على الناس اللي لسه عايزة تيجي، لا خليكم بعد العيد عشان الشهرين دولت يعني بيبقوا مريحين في الشغل، وصعب ان انت تلاقي شغل شوية، الا لو انت بقى طالع ايه على شغل. الا لو انت طالع على شغل مع واحد صاحبك، طالع على شغل في شركة، طالع على شغل كده، تمام. انما لو هتيجي تدور على شغل وكده فصعب ان انت تلاقي شغل في الشهرين دولت، فخليك بعد العيد. انما طبعا اللي هنا لا، اشتغل اي حاجة لغاية بعد العيد، وبعد العيد الشغل بيكتر ان شاء الله.